والله يا اخوان شر بليتي ما يضحك. يعني اللي قاعد يصير نادي النصر كارثة، وتصرف الصندوق مع نادي النصر كارثة. تخيل ان احد الرعاة لنادي النصر ودع الفلوس لنادي النصر. كلنا نعرف ان نادي النصر ميزانيته يعني ضعيفة ويحتاج مبالغ، لكن الصندوق كان عنده راي ثاني، اخذ فلوس وسدد فيها بعض الديون المتراكمة على نادي النصر. يعني كل الأندية تعاني من الديون، لكن التعامل مع نادي النصر مختلف تماما. طيب نادي النصر يحتاج يوقع مع لاعبين، يحتاج يستقطب لاعبين، يحتاج يخالص لاعبين. ليش انت يا الصندوق تتصرف بهذا التصرف، تاخذ المبالغ مالية وتسدد فيها الديون؟ الديون يعني لها حل الديون مستقبلية يسددها نادي النصر. الصندوق قال لا، لازم تصفر الديون بالأول ومن ثم تتعاقدوا مع اللاعبين. يعني تبى تقنعني الأهلي والاتحاد والهلال ما عندهم ديون؟ أحد يقدر يقنعني بالشيء ذا ويثبت لي أن هؤلاء الأندية الثلاث المالكة للصندوق اللي مالكة نادي النصر ما عندها ديون؟ ليش هم يجددوا مع لاعبين ويوقعوا مع لاعبين ويخالصوا لاعبين؟ نادي النصر مكتف الايدي، يقول لك اول شيء لازم تسدد الديون ومن ثم تتعاقدوا مع لاعبين. لكن الغريب والسؤال يطرح نفسه، اداره النصر صامته تماما. لكن يرجع كريستيانو رونالدو ويحل هذه البعثره. ايش اللي صاير في النصر؟ حسب متعب الهزاع يقول لك يمر نادي النصر بذائقه ماليه صعبه في ظل تشدد الرقابه الماليه عليه، ويعاني النادي من تأخر في ملفات تجديد العقود بسبب ذلك، فالإجراء الذي كان يستغرق 24 ساعة أصبح يستغرق أسبوعا. وحسب الرياضية يقول لك نادي النصر يعاني من ضعف السيولة المالية. ضعف السيولة المالية للنصر أوقف أيضا ملف التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. يعني رحيل بروزوفيتش تبغوا وكمان ما في بديل؟ والله حالة. وجماهير بشكتاش يتداول خبر ضعف النصر المالي ويحاولوا طلب التعاقد مع جواو فيليكس. تخيل فيليكس يغادر. فيا عزيزي النصراوي، هل أفلستم حقا أم أنه أمرا قد دبر بليل؟ رأيك مهم جدا يا حلولي. ول يا نادي النصر، والله نشبولك. احتفالية كريستيانو هذيك مسوي كذا، قال قادح علينا، اوريك الحين ولا ريال ولا تشل ولا ريال. لا، والجماهير في التتويج يقولون جبنا الدوري غصبا عنك، هي خلها تنفعك الحين. تخيل رواتب شهر 6 ما اندفعت للعيبة الى الان. عطلت جميع صفقات نادي النصر. نادي النصر زي ما احنا نعرف انه يحتاج اجنحة ووسط، ومحتاج في جميع المراكز تقريبا، وبرضه محتاج يتعاقد مع لعيبه يكونون دكه ممتازين، وبرضه لعيبه يوم كان جسس موجود كان يقول هذول اللعيبه بيطلعون لعيبه مهاريين، لعيبه بيستفيد منهم النادي والمنتخب وعندهم امكانيات والى اخره. احنا نتكلم عن اللعيبه الصغار. واضف الى ذلك المعسكر كان في الرياض 5 ايام، قالوا بنخليه في ابا 10 ايام، ما امداهم يوم يومين رجعوا الرياض. حلو، زي الاهلي والانديه الثانيه معسكراتهم وين الحين؟ في اوروبا، صح ولا لا؟ طيب، من الواضح ان في ازمه ماليه قويه جدا، والاداره والرئيس التنفيذي وكلهم ما قادرين يسوون اي شيء بسبب ان الميزانيه ما وصلت للنادي. هل طلع سميدي وسماو تكلموا في الموضوع؟ لا. هل طلع اي احد مثل الماجد وغيره طلع يتكلم في الموضوع؟ نهائيا ما حد تكلم. الكلام كله عند المالك. المالك لو عمد اليوم يقول خذ الميزانيه هذه 100 مليون يورو اللي يكون بيتصرف نادي النصر، يعني انا عندي ميزانيه معينه على اساسها بشتري اللعيبه الموسم هذا وبصرف اللعيبه اللي ما ابغاهم، صح ولا لا؟ فمن الواضح المشاكل عند المالك. هيا خذ لك الاعلامي محمد ابو هدايه، ان كان نادي النصر لديه مشكله ماليه فهناك من لديه كارثه ومسكوت عنها والله اعلم. طبيعي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وجاء صحيفة الرياضية شادنها على النصر، أزمة تنقص رواتب النصر، التزامات النصر تفوق إيراداته، سبق صحفي ما ينلامون فرحانين. رئيس الرقابة المالية عبد الله كبوة، مقالي الأسبوعي جريدة اليوم، الجابر على خطى فان باستن عفاريت، هذا يشبه هذا. أما هذه قوية، الحارس السابق محمد الدعية، من حقي أحلم ميسي وهاري كين في الهلال، نفسي احلم ما دامت السيولة موجودة. وجع والله اللي يصير بحق النصر ظلم، وظلم واضح
وأنا ما قد شفت الصراحة نادي يعاني نفس المعاناة اللي يعانيها نادي النصر. هل يعقل يكافئ بطل الدوري بهذه العقوبات، بهذه القيود؟ النصر مكبل حرفيا. الرقابة المالية أو الاستدامة المالية تمنع نادي النصر من تجديد عقد اللاعب بروزوفيتش، ومن الإعلان الرسمي تجديد عقد اللاعب عبد الرحمن غريب، وتمنع إدارة نادي النصر من عملية إنهاء التعاقد مع لاعب خط وسط بدل اللاعب بروزوفيتش اللي رحل عن صفوف الفريق. ما هو منطقي خط وسط نادي النصر في ظل هذه التعاقدات والزخم الكبير من الأندية الكبيرة المنافسة؟ الهلال، الأهلي، الاتحاد لسه وضعه مو واضح إلى الآن، نافسهم بالخيبري، بحيدر عبد الكريم، بعلي الحسن، بعبد الملك الجابر. النصر وكريستيانو رونالدو يستاهلون تعامل أفضل من كذا. هذا اللاعب وهذا الفريق تتوج بالدوري بعد محاولة وتنافس استمر ل4-5 مواسم. النصر كان ما بين المركز الثاني، الأول، الثالث. بعد ما تجي الفترة المناسبة لبناء فريق يستمرون من خلاله على المنصات، على المنافسة، على التتويج، ينهار الفريق ويتفكفك من أول وجديد. كريستيانو رونالدو ساهم بشكل كبير جدا في رفع أسهم الدوري، في رفع البورصة على مستوى الدوري والكرة السعودية، جلب الاهتمام للكرة السعودية. خلينا نكون صادقين، خلينا نكون واضحين، كريستيانو رونالدو لا يستحق التعامل هذا بكل أمان، وأنا أتمنى يرجع بسرعة ويشوف الموضوع، لأنه مستحيل النصر ينافس بهذا السكواد. هذا سكواد حد المركز 10 9. هذا ناهيك عن معدل الأعمار المرتفع أصلا في نادي النصر. يا حليلي يقول لك حسب الرياضية جون دوران مستمر مع نادي النصر الموسم القادم. النادي لن يتعاقد مع محور بسبب الرقابة المالية. ايش يعني الكلام هذا؟ تخيل وسط النصر حيكون يعني أنجلو والخيبري. خيبري هل لك سرا عند الله يا أخي؟ والله تصير عاصفة، تصير مشاكل. الخيبري هو محور النصر، ولو أنجلو غاب إصابة ولا أي شيء حيكون علي الحسن وعبد الله الخيبري. عظمة على عظمة يا نصر. يعني ما تقدر تجدد لبروزوفيتش ولا تجيب لاعب أقل شيء بنفس الإمكانيات. والله العظيم كارثة استمرار الخيبري وعلي الحسن إذا كانوا أساسية في محور النصر. فيا عزيزي النصراوي، أنت إيش رأيك؟ أما أنها سنين عجاف قادمة للنصر؟ رأيك مهم جدا يا حلولي. رونالدو قبل التجديد تأخر في التجديد مع النصر، وهذا أزم ناس كثير وضغطهم، لذلك حاولوا يحلون الأزمة، وانحلت الأزمة وطلع لك النصر. رونالدو وقع العقد وقال لك النصر للأبد. بعدها شفنا طائرة رونالدو اللي أزعجت كثير، واحضرت جواو فيليكس وكومان ومارتينيز. يبدو أنه رونالدو عرف أنه بعض الحقوق تحتاج إلى أسلوب ضغط علشان يأخذ النادي حقه. ويوم جات فترة الانتقالات الشتوية وجاك الضغط على النصر وتعطيل النصر في التسجيل، رونالدو فقط غاب مباريتين، وهذه المباريتين أزمتهم. وقتها حاولوا يحلون الأزمة. صحيح أن النصر ما استطاع أنه يسجل في الفترة الشتوية، ولكن يمكن ردة فعل رونالدو منعت عن النصر أشياء الله بها عليم. كان ممكن يشاهد كوارث تمنع النصر من تحقيق بطولة دوري معصي. لذلك رونالدو والفريق البرتقالي اللي معاه يعرفون كيف تنتزع الحقوق، وأكيد أن النصر راح يتجاوز الأزمة المالية وراح يكون قادر على التسجيل. لأني أنا أرى طالما أنه ما في تصريح في القوائم المالية اللي دفعت للأندية، إذن راح نتعامل مع هذه الأزمة وكأنها مفتعلة وتعطيل للنصر. لذلك النصر احتمال كبير يوقع، ولكن الضغط الحالي المالي راح يخلي ممكن بعض النصراويين يشوفون توقيع مع صفقة مناسب، بينما هذه الصفقة جاءت بديلة لصفقة بروزوفيتش، وأنا أشوف أنه صفقة واحدة لا تكفي. الموسم الماضي في فترة الانتقالات الشتوية في وجود بروزوفيتش كان النصر يسعى إلى إتمام صفقة في نفس الخانة اللي يلعب فيها بروزوفيتش، محور 6 يكون مساند إلى بروزوفيتش، لأننا شفنا المباريات اللي غاب عنا فيها بروزوفيتش كيف تأثر مستوى النصر، وخسرنا النهائي الآسيوي وخسرنا كثير من المباريات. لذلك صفقة بديلة عن بروزوفيتش لا تكفي، وخاصة أنه هذا المدرب ينوي الاستغناء عن بنته ويكتفي بالحارس المحلي. يعني احنا مطالبين أنه يكون عندنا لا يقل عن صفقتين داخل الملعب، بالإضافة إلى لعيبة مواليد يكونون في النصر.
لأنه الأندية اللي تنافس النصر في البطولة الآسيوية والسوبر وكأس الملك أقل نادي عنده لا يقل عن 14 لاعب، وهذا راح يقوي حظوظهم وحضورهم في هذه المسابقات والمنافسات. لذلك صفقة واحدة لا تكفي، يجب على النصراويين المطالبة بأكثر من صفقة، لعيبة أساسيين بالإضافة إلى اللعيبة المواليد. راح يكون عندنا مواليد فقط أنجلو بعد ما خرج دوران إلى نادي بنفيكا، لذلك نحتاج أكثر من لاعب مواليد، ونحتاج لاعب بديل لبروزوفيتش ولاعب بديل لبنتو في حالة أن المدرب قرر الاستغناء عن بنتو. وأتوقع أنه رونالدو وفريق العمل اللي معه يعرفون كيف تنتزع الحقوق، وجربوا هذا الأمر أكثر من مرة. لذلك إحنا كنصراويين مطمنين، ونعرف أن النصر بياخذ حقه العادل في التسجيل، وتمنينا أن الحقوق تؤتى بعدالة بين الأندية بدون ما يكون في أي ضغوطات أو أي أسلوب ضغط، سواء من لاعب مثل رونالدو أو من فريق فني مثل سميدي وسيماو. ولكن يبدو أن النصر مضطر أنه يكون بهذه الطريقة علشان ياخذ حقه، ولا يهم النصر والنصراويين إلا أنه النادي ياخذ حقه مثل باقي الأندية، ولازم يكون عنده لا يقل عن تقريبا 13 إلى 14 لاعب إذا يبي ينافس في المسابقات، زيه زي باقي الفرق اللي تشترك معاه في هذه المسابقات وعندهم نفس عدد هؤلاء اللاعبين. لذلك لا تتوقفون عن المطالبة بحق نادي النصر إذا وقع صفقة وتفرحون بهذه الصفقة. لا، النصر يحتاج أكثر من صفقة، لعيبة أساسيين ولعيبة مواليد، وأنا أتوقع أن الأيام القادمة راح يكون للنصر حضور وراح يوقع. ومن ضمن الأخبار المتداولة توقيع النصر مع كوستا اللاعب البرتغالي، وأنا ما أحب أتحدث عن هذه الصفقة حتى يتم الإعلان الرسمي عنها، ولكن أغلب المصادر الموثوقة تؤكد أن النصر تقريبا اتفق مع هذا اللاعب، ولكن ننتظر الإعلان الرسمي. خزينة النصر يقولون فاضية ما فيها ريال، وأن النصر يمر بأزمة مالية ما صارت بتاريخه، وأن النصر يعاني ماليا ولا فيه عضو شرف دفع هلله واحدة. أنا أقول لكم هذا وجهي. إذا سمعتم يقولون هالكلام فهذا مؤشر القدوم لاعبين 3 عندهم كله تسد فاضي. النصر ما يترك، النصر وهو طالع بموسم صفري يعطونه من 4 إلى 5 لعيبة، فما بالك هو حامل اللقب دوري وباقي 24 هدف لكريستيانو ويصل 1000 هدف، حلمه بعد ما طلع من كأس العالم خالي الوفاض. النصر ما يترك، تذكروا كلامي، كلها ضحك على الذقون، والأيام بيني وبينكم. وسجلوا هالمقطع ذا، سجلوه.